رشاقة، سعرات، تمارين، خطوات. طبعا أغلبنا يعني عارف إن الرياضة مهمة، بس مش بيلاقي حد يذكره، مش بيلاقي حد يحفزه. التطبيق ده بيساعدك إن أنت مثلا كل خطوة بتخطيها يقولك أنت النهاردة مشيت كذا، حافظ على مستواك البدني، أنت النهاردة أكلت كذا. لو أنت كمان سجلت نفسك أو سجلت جسمك وطولك وكل حاجة، فبيقولك أنت نسبة الكربوهيدرات عندك كذا، الدهون كذا، البروتين كذا، عشان تحافظ على جسمك محتاج كذا وكذا وكذا. طبعا الحاجات دي بتبقى مفيدة لو واحد محتاج شوية تحفيز. طبعا كمان التطبيق بيساعدك ان انت لو عايز تعمل تدريبات عضلية في البيت بدون اي جيم، بدون ما تروح، بدون ما تدفع فلوس، بدون، لان اغلبنا لما يروح يدفع جيم في فلوس، فلوس في الجيم سوري، بيشتغل يوم ويتهد بقى اسبوع يقولك مش رايح تاني، يبقى دفعه مرة واحدة وبعد كده اتهد وقعد في البيت. بيبقى محتاج يعني ايه، فراغ، وفي نفس الوقت محتاج إصرار شوية. لكن التطبيق ده هيخليك تقدر تعمل اللي انت عايزه، تشرب مية، يساعدك ان انت تمشي كتير، يقولك لو في وجبات افطار، غدا، لو انت عايز تعمل دايت، لو عايز تعمل رجيم متقطع، كل ده مقابل شوية اعلانات هتتفرج عليها في التطبيق وانت بتستخدمه. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده واول مرة تعرفه، من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك تطبيق هسيبهولك في الديسكريبشن لو حبيت تحمل تطبيق رشاقة.